النادي الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقل من المتوسطة بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي، ويصعد لنهائي كأس السوبر المصري لملاقاة نادي الزمالك. مشكلتي مش في اننا صعدنا وهنلعب الزمالك في النهائي اطلاقا، ولكن مشكلتي هي في المباراة دي تحديدا. مباراة بالنسبة لي هي سيناريو مكرر للي حصل في مباراة نادي الزمالك في السوبر الافريقي. وانت ليه لما بتجيب جون لازم بترجع بلعيبتك لورا وتلعب على التحولات اللي بان قوي فشلك فيها النهارده؟ انت الحمد لله بفضل دعاء الحاجة والدة طاهر محمد طاهر قدرنا ان احنا نحرز هدف في الثانية 20. طب بعد الهدف عملنا ايه؟ كالعاده مارسيل كولر بيدي تعليمات للعيبه ان هي تركن لورا شويه، فبالتالي بتجيب خطوره فريق زي سيراميكا كليوباترا عليك. وخد بالك انت بتلعب سيراميكا، مش بتلعب فرقه مثلا من التوب 5 في افريقيا او حاجه، لا انت بتلعب سيراميكا كليوباترا مع احترامنا طبعا الكبير ليهم. طب خلاص صدقنا وامنا ان انت هتدافع، طب هتعمل ايه في التحولات؟ لما الكره بتيجي لعيبه النادي الاهلي اقسم بالله 3-4 مرات عديتهم على صوابعي، حتى عد باصه في الثانيه الثالثه الكره بترجع لسيراميكا تاني عشان يرجعوا يهاجموا عليك تاني. انت لو خدت بالك من احصائيات اللقاء هتلاقي ان سيراميكا كليوباترا يعني مش مكتسح النادي الاهلي في الاحصائيات، لا بس احسن منه. استحواذ لسيراميكا كليوباترا، تسديدات على المرمى لسيراميكا كليوباترا، حتى الضربات الركنيه لسيراميكا كليوباترا. طب انت مستني ايه؟ او انت مستني انهي فريق ان انت تلعبه عشان تقنعني بادائك في الموسم ده؟ لو هنتكلم على مستوى اللعيبه الفردي فالحمد لله وبلا منازع ياخد اسوأ لعيب في اللقاء امام عاشور بكل جداره واستحقاق. امام بشع في الحته اللي هي بتاعه الهاف ليفت اللي كان بيلعبها النهارده، وهو الحمد لله اكتر لعيب من لعيبه النادي الاهلي فقدا للكره ب 19 مره. وبرده في علامه استفهام كبيره جدا من مارسيل كولر. طب ما انت عايز تعمل تغييرات وبتلعب في التشكيل كله، هو انت ليه ما بداتش بكوكا وبادئ بكريم نيدفيد اللي لحد دلوقتي مش قادر يشيل نص ملعب النادي الاهلي لوحده؟ ده طبعا كله كوم، وان نص ملعبك مستباح ده كوم تاني، والاخطاء الدفاعيه كوم تالت. الاخطاء الدفاعيه اللي منها الخطا المركب اللي اتعمل من دفاع النادي الاهلي مع مصطفى شوبير اللي ادى الى هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا. لكن الحمد لله مع استفاقه الجماهير يحيى عطيه الله بيعمل غره من الجبهه اليسرى، والحمد لله الحمد لله ان هو ما بصاش الكره لامام عاشور، لان لو كان بص الكره لامام عاشور يا اما هيحنكش بيها ويطلعها بره، يا اما هيقف على الكره لحد ما حد يجي يقطعها منه ويطلعها بره. برده الشيء الاسوأ اللي انا شفته في المباراه برده ان تحس ان في لحظه معينه من المباراه الفرقه فكت، واتفرجت على شويه لعيبه من لعيبه النادي الاهلي بيجروا ورا الكوره. مش دول لعيبه النادي الاهلي خالص، ولا دول لعيبه النادي الاهلي اللي بتقدر تتحكم في رتم المباراه. تحسهم ماشيين ورا سيراميكا كليوباترا. طب سيراميكا ضاغط احنا بنرجع، سيراميكا ساب لنا الكوره احنا هنلعب. ودي عمرها ما كانت شخصيه النادي الاهلي ولا شخصيه لعيبه النادي الاهلي. الحمد لله على الفوز النهارده اللي خلانا نصعد لنهائي كاس السوبر، وان شاء الله يكون عندنا كلام كتير جدا يوم الاربع قبل اللقاء النادي الاهلي والزمالك يوم الخميس ان شاء الله. هنشوف في طريقه لعب الفرقتين وازاي الفرقتين هيلعبوا بعض بالحالات وبالصور. لحد ان شاء الله الفيديو يومها ما تنساش تدعمني بلايك وفولو. سلام.